طيب الاهلي طبعا عنده مباراه بكره مع شبيبه القبائل في دوري الابطال، وهتبقى المباراه بره ارضه. فخلي بالك ان الماتش اللي فات، الماتش بتاع الاهلي والبنك الاهلي اللي خلص تعادل. الاهلي عنده مشكله. المشكله بتاعت الاهلي اول حاجه هو امام عاشور. لان انا دايما بقول ان امام عاشور هو 80 70% اقل حاجه من فرقه الاهلي او من الشكل الهجومي بتاع الاهلي. فغياب الراجل ده بيأثر. فانت النهارده بكره عندك ماتش، بلغه الكوره كده ماتش غلس وتقيل. هي الفرقه مش تقيله، لكن الماتشات اللي بتبقى زي دي في شمال افريقيا بره بتبقى ماتشات غلسه وتقيله فيها ضغط جماهيري، زي ماتش الجيش الملكي كده لما كان بره. فالماتش بتاع بكره ده انا يعني انا بشوف مثلا جيس تروب ان هو في الماتش اللي فات ده، في الماتش بتاع البنك الاهلي اتهز شويه، او متاثر بالاعلام او متاثر بالجماهير. في عندك لعيبه محترفين عايزه تلعب، فانت بتجرب. لازم يعني هو بقى له فتره مثبت التشكيله. خلاص عنده مروان عطيه وديانج هم دول الاساس في نص الملعب. فانت النهارده لما بتيجي تحط بن رمضان تنزل بيه، بتطلع مثلا زيزو، بتطلع ديانج، بتطلع حد من الناس دي عشان تلعب بلعيب رقم 8. ومن الواضح ان هو مش مقتنع بيه قوي، لانه هو ما بيبتديش بيه. طريقه لعبه بتعتمد على ان في لعيب رقم 8 اللي هو ديانج بيضغط، وهو اللي بيعمل الوجبات الهجوميه وهو ماشي فيها كويس. وبالمناسبة يعني نصيحة، لو ديانج آخر السنة هو خلاص ماضي هيمشي، أفضل لعيب يجي مكانه في الفترة دي هو بلاتي توريه، أو نفس إمكانيات اللعيب ده. هيمشي مع فكر الراجل كويس جدا يعني. فالمهم، فأنت النهاردة عشان تلعب الفرقة دي بكرة قدامك حاجة من الاتنين: يا إما هتلعب بشكل هجومي أو شكل دفاعي. شكل دفاعي الطريقة الثابتة اللي أنت بتلعب بيها. الشكل الهجومي لو أنت هتهاجم، أنا رأيي إن أنت لازم يبقى فيه تعديل في المراكز. مروان عثمان لازم ينزل يلعب 10. الراجل ده بيعمل اسيستات وبيعمل ثرو باس كويس جدا، فلازم ينزل يلعب تحت. وتحط المهاجم قدامه، ويبقى تريزيجيه على العدله اللي على الناحيه اليمين، وبن شرقي على الناحيه الشمال. دي العدله اللي انا بشوفها صح لو انت في حاله الهجوم وهتكسب. وزيزو يقعد، هو كده كده زيزو مصاب يعني. دي العدله الهجوميه الصح بتاعت الاهلي. المفروض انت ما تتاثرش باللي حواليك، مالكش دعوه باللي حواليك. انت ليك فكر معين طبقه، وليك لعيبه معينه بتطبق الفكر ده. هي خلاص، انت اعتمد على كده.